بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي شرح بكتابه الصدور وأخرج بنور هدايته عباده من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل خلق الله أجمعين. نواصل على بركة الله تقديم دروس التلخيص والبيان في علوم القرآن، وهذا الدرس الثاني بعنوان ترتيب مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله الواحد القهار ومن خلال إضافة الأنوار. إن للوحي مقامات مختلفة يمكن ترتيبها على النحو التالي: أولاً، ترتيب مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله القهار. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. وعند تفسير هذه الآية الكريمة نجد أن المفسرين قد بيّنوا أن مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل تنقسم إلى ثلاث مقامات، وهي: المقام الأول الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب ابن الجوزي رحمه الله إلى أن المراد بالوحي في قوله تعالى إلا وحيا يوحى، أي الوحي في المنام، وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك، فإن رؤيا الأنبياء حق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم أي في قلبه شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان. أما المقام الثاني وهو تكليم الله لرسله من وراء حجاب، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى أو من وراء حجاب، أي كما كلم موسى عليه السلام. وكلم الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء السابعة، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. المقام الثالث الوحي إلى الرسول بواسطة الملك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أي كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. كان ذلك فيما يخص ترتيب مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله الواحد القهار. أما في العنوان التالي فسنتكلم عن ترتيب مقامات الوحي من خلال إضافة الأنوار. ألف: بيان عدد أقسام الوحي وترتيبها من خلال المفاهيم الاصطلاحية. والوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو محفوظ من التغيير والتبديل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كلام الله بلفظه ومعناه، وهو معجز تحدى الله به الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله. وبمعنى آخر القرآن الكريم هو كلام الله منزل غير مخلوق يقرأ به في الصلاة، وهو معجز وله حكم المصحف. والقسم الثاني كلام الله الذي ليس فيه قرآن، بل هو مما نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، ويقال له الكلام القدسي، فهذا ينسب إلى الله ولكن ليس له حكم القرآن،
من جهة الإعجاز والقراءة في الصلاة، وأن لا يمس إلا بطهارة. القسم الثالث من العنوان الثاني الحديث النبوي، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له السنة، ويقال له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة وواجب الاتباع، وهو شرع الله جل وعلا. باء من العنوان الثاني الفرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة، أي القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. الفرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة وترتيبها طبقا لاختلاف أحوال أنوار النبوة. وهنا نجد أن العالم الجليل الدباغ الذي هو من علماء سلفنا الصالح الذين من الله عليهم بالعلم العميق والفهم الدقيق، حيث نجده يذكر فروقا دقيقة بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. ومن هذه الفروق تتبين الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بالقرآن وبالحديث القدسي أو الحديث النبوي. ولما سئل العالم المذكور عن الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي قال: الفرق بينهما وإن كانت كلها خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم، وكلها معها أنوار من أنواره صلى الله عليه وسلم، أن النور الذي في القرآن قديم من ذات الحق سبحانه وتعالى، لأن كلامه تعالى قديم، والذي في الحديث القدسي من روحه صلى الله عليه وسلم، وليس هو مثل نور القرآن، فإن نور القرآن قديم، ونور هذا أي الحديث القدسي ليس بقديم. والنور الذي في الحديث الذي ليس بقدسي من ذاته صلى الله عليه وسلم، فهي أنوار ثلاثة اختلفت بالإضافة، فنور القرآن من ذات الحق، ونور الحديث القدسي من روحه صلى الله عليه وسلم، ونور ما ليس بقدسي من ذاته صلى الله عليه وسلم. ولما سئل العالم الرباني المذكور ما الفرق بين نور الروح ونور ذات أجاب بأن ذات خلقت من تراب. سبحان الله، ما هذه الفروق الدقيقة! الذات خلقت من تراب، ومن التراب خلق سائر العباد، والروح من الملأ الأعلى، وهو أي الملأ الأعلى أعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، وكل واحد أي من الذات والروح يحن إلى أصله، فكان نور الروح متعلقا بالحق سبحانه وتعالى، ونور الذات متعلقا بالخلق. فلذا ترى الأحاديث القدسية تتعلق بالحق سبحانه وتعالى بتبيين عظمته وإظهار رحمته، أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه جل وعلا. أما الأحاديث التي ليست بقدسية وتتكلم على ما يصلح البلاد والعباد بذكر الحلال والحرام والحث على الامتثال بذكر الله والوعد والوعيد. ثم يمضي العالم الرباني والمذكور فيقول في حديثه عن الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، حيث يقول: إن الأنوار من الحق سبحانه تهب على ذات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له مشاهدة خاصة، وإن كان دائما في مشاهدة. فإن سمع من الأنوار كلام الله سبحانه وتعالى ونزل عليه الملك فذلك هو القرآن، وإن لم يسمع كلاما ولا نزل عليه ملك فذلك وقت الحديث القدسي، فيتكلم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم حينئذ إلا في شأن الربوبية بتعظيمها وذكر حقوقها. وأما الحديث الذي ليس بقدسي فإنه يخرج من النور الساكن في ذاته عليه الصلاة والسلام، الذي لا يغيب عنه أبدا، وذلك أنه عز وجل أمد ذاته عليه الصلاة والسلام بأنوار الحق، كما أمد جرم الشمس بالأنوار المحسوسة، فالنور لازم الذات النبوية الشريفة لزوم نور الشمس لها. وباختلاف أحوال الأنوار افترق الوحي إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأنوار القدسية التي يشير إليها العالم الجليل والتي يستمد منها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة هي أنوار النبوة المفاضة عليه من ربه، فكان صلوات الله وسلامه عليه نورا من نور،
نورا من نور الحق، كما كانت كلماته من كلمات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.